قال لي نادي الزمالك ده لو معهوش جمهور وضعه كان هيبقى صعب جدا 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 جدا. يعني هو دلوقتي بينافس على دوري ابطال اوروبا، ما وضعه منيل ب 60 نيله. على مدرب سويسري حقق بطولات ويتقال قله الادب. انا بقول لك قله الادب، انا جاي صريح، قله الادب وعدم التربيه من بعض الناس اللي اتقال على الراجل ده. ايه اللي اتقال على الراجل؟ خلاك الحد اللي بتوصفه انه اللي انت تشكك في صاحب بني ادم دي قله ادب. اللي انت تشكك في صاحب بني ادم قله ادب. اللي انت تقول الراجل بينسى اسماء اللعيبه دي قله ادب وعدم تربيه. اللي في الاول والاخر انا مش بتعامل مع مدير فني، انت بتتعامل مع بني ادم. بني ادم. فدي اكتر حاجه كانت مضايقاني. وصل له الراجل ان الناس بتقول عليه انه عنده زهايمر. يا رب يبقى عندي 70 سنه وابقى في ربنا يديله الصحه في صحته وفي الميموري بتاعته وفي الحاجات اللي هو يعني ما شاء الله عليه. يعني انا اقسم بالله انا اللي بنسى وهو اللي بيفتكر. لا والله. والله العظيم. يعني الراجل الكلام ده طلع من مين يا امير؟ طلع من لجان. من لجان وطلع من بعض الناس جوه النادي. جوه النادي ومن بعض وكلاء لعيبه. وللاسف الشديد المفروض اما انت تبقى بتمهد لحاجه او عايز تشتغل على حاجه يبقى في ذكاء. كل اللي عملوا كده دول مع احترام انا اسف في اللفظ اغبياء. ليه؟ ما هو اساسا لو اذكياء مش هيشجعوا الزمالك. انت بتقول حاجات غير منطقيه. هو في حد يبقى عنده عقل يسيب النهارده النادي الاهلي ويشجع النادي الكوميدي ده؟ اكيد طبعا امام لعيب مهم واكيد لعيب مؤثر، واصبح دلوقتي في كل مباراه ما شاء الله بيحرز اهداف وبيصنع اهداف. فطبعا في حاله فوقانه اعتقد يفرق مع النادي الاهلي بشكل كولر يدي بن شرقي. نعم كولر يدي بن شرقي لو سليم ممكن يديله. هل لو سليم ممكن يقدمه كاول مره في مباراه زي دي ولا مخاطره؟ لا مفيش مخاطره ولا حاجه. اصل انت بتتكلم على لعيب عنده خبرات كبيره، يعني مش لعيب لسه مثلا صغير في السن. لا بن شرقي حافظ الدوري المصري. بن شرقي هل دي نفسيا أيوة. نفسيا على الدكه ان اشرف بن شرقي يبقى موجود اكيد ضغط كبير يعني دفع معنوي النادي الاهلي وضغط كبير على نادي الزمالك ان بن شرقي يبقى موجود على دكه البدلاء. بس لو سليم يعني لحد دلوقتي انا اعتقد ان هو لسه لم يكتمل شفائه حتى الان، انما لو موجود اعتقد يفرق مع النادي الاهلي بشكل كبير. عصام من وجهه نظرك جروس كان يقود المباراه دي افضل ولا بيسيرو افضل؟ الزمالك ضحيه الوكلاء ده اول شيء من وجهه نظري، لان الزمالك اسم كبير وما ينفعش نادي الزمالك بالاسم ده وبجماهيره ان يغير 3 مدربين في 14 مباراه. اسمه تاريخه ايه ده؟ اضحك نادي في تاريخ كوكب الارض. اعطني العداله التحكيميه اضمن لك هبوط الزمالك للدرجه الثانيه. نادي من غير احتواء بيقول وأواء.